السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم اليوم أحبائي المتابعين؟ نشهد اليوم حالة من عدم الاستقرار في البحر الأبيض المتوسط، حيث ترتفع الأمواج بشكل ملحوظ نتيجة الرياح القوية والاضطرابات الجوية. هذه الظروف تشكل تحدياً كبيراً للملاحة وللصيادين الذين يعتمدون على هذا البحر كمصدر رزقهم. مع اشتداد الرياح تتحول الأمواج إلى جدران مائية هائلة ترتفع وتنهار بقوة، مما يجعل الملاحة في هذه المنطقة خطيرة جداً. السفن الصغيرة تجد صعوبة في مواجهة هذه الأمواج العاتية، وقد تفضل البقاء في الموانئ حتى تهدأ الأحوال الجوية. هذه الظروف الجوية ليست فقط خطراً على السفن والملاحة، بل تؤثر أيضاً على البيئة البحرية. الأمواج القوية قد تؤدي إلى تآكل الشواطئ ونقل الرمال من مكان إلى آخر، مما يغير من تضاريس السواحل. إذا كنت تخطط للقيام برحلة بحرية أو الصيد في البحر الأبيض المتوسط في هذه الأيام، ننصحك بمراجعة التنبؤات الجوية واتباع تعليمات السلطات البحرية لضمان سلامتك وسلامة من معك. تذكر أن السلامة تأتي أولاً، وأنه من الأفضل تأجيل رحلتك حتى تتحسن الأحوال الجوية. البقاء في أمان هو الخيار الأفضل لك ولعائلتك ولزملائك. ومن المهم جداً لكل رواد الشواطئ في هذه الأوقات عند رؤية الرايات الحمراء مرفوعة هو أن تلتزم بالتعليمات والتي تحذر من نزول البحر في هذه الأوقات. ابقوا آمنين، ونتمنى لكم جميعاً سلامة التنقل في هذه الأجواء الصعبة.